سيد صادق الشيرازي قالوا له سيدنا هنالك روايات تقول بالتحريف واضحة، يعني واضحة، احنا عيب نكذب. المهم جابها منا، لطشها منا، ما قدر، حول على الإجماع، فورا انطفر على الإجماع. فقال لا، هذا لا يجوز، وهذا فيه إجماع الطائفة. فهو يقول هذا عليه إجماع، باعتبار الإجماع عندهم هجة، عند الأصولية هجة. فأنا ضحكت، تذكرت. طيب أنت لماذا قلت بجواز الشهادة الثالثة وإجماع الآن جماعة السيستاني والخامنئي ومن بعد والبقية كلهم يقولون مبتل للسلام، مبتل ليس مبطل، في فرق، مبتل للصلاة. ليش خالفتهم؟ ولا انت هم بكيفك؟ انت مثل السيستاني هم بكيفك كلكم بكيفكم.